احنا النهارده في أول مكتبة حكومية عامة عرفت في تاريخ المشاهير وأكبر مكتبات. أشهر مكتبة عرفت في التاريخ مكتبة الإسكندر. اختلف المؤرخين في مين مؤسس المكتبة، فالبعض قال إن الإسكندر الأكبر هو من أسس المكتبة وضعها من ضمن تخطيط مدينة الإسكندر. والبعض الآخر قال إن تم إنشائها على يد بطليموس الأول. والبعض الآخر تاني قال إن بطليموس الأول هو أمر بتأسيسها ولكنها اتبنت في عهد بطليموس الثاني. وبما إن المؤرخين اختلفوا في مين مؤسس المكتبة فهنلاقي إن كمان تاريخ تأسيسها هيكون مختلف. فالبعض بيقول إن هي تأسست سنة 288 قبل الميلاد، بعض التاني بيقول إن هي تأسست سنة 330 قبل الميلاد. ترجع أهمية مكتبة الإسكندرية بوبليتيكا ألكسندريا في إن هي أول مكتبة عرفت تدريس نظام المكتبات. كان معروف عند المصري القديم، ففي المعابد المصرية القديمة والمعابد الفرعونية كان بيوجد مكتبات بس كانت خاصة على الكهنة. حتى البطالمة كانوا هم برضه عندهم نظام المكتبات وكانوا عارفين. فهنلاقي إن مكتبة الإسكندرية هي أول مكتبة حكومية عامة فتحت لعامة الشريف. كمان بترجع أهمية مكتبة الإسكندرية في إنها منطقة اللي تجمع ما بين ثقافتين المصرية والأفريقية، فجمعت ما بين علوم الشرق والغرب وانتجت عنها الحضارة الهيلينستية. مكتبة الإسكندرية القديمة كانت بتضم حوالي 700 ألف مجلد كتب لهيروغليف ومكتبة أرسطو وإقليدس وبطليموس البوطس. بس مكتبة الإسكندرية اللي احنا واقفين قدامها واللي هي موجودة حاليا مش دي المكتبة الأصلية اللي احنا كنا بنتكلم عنها. من سنة 48 قبل الميلاد تعرضت المكتبة لحريق كبير أدى إلى تدميرها تقريبا بالكامل. لكن في سنة 2002 تم إعادة فتح المكتبة نظامها الحالي اللي احنا عارفينه بضم العديد والعديد من المؤلفات. الإسكندرية اللي موجود حاليا هو تقريبا نفس المكان اللي كانت موجودة فيه في المكتبة القديمة. مكتبة الإسكندرية دلوقتي ما بتضمش كتب دي بس، لا بتضم العديد من المتاحف اللي موجودة فيها. هنلاقي جوه المكتبة بعض الأدوات لطباعة الكتب القديمة وكسوة الكعبة، غير المتاحف اللي موجودة التانية زي متحف شافي عبد السلام، متحف حسنين ميكا، متحف الآثار، متحف المحفوظات، متحف الستات، غير القبة السماوية اللي بيتعرض فيها بعض الأفلام جميلة جدا. انت لما تيجي تزور المكتبة قد ايه هتستمتع بيها.